تعالي بقى اقولك ازاي تعملي احلى حواوشي مقرمش وطعمه تحفة. والسر معانا في الفيديو ده، شوفيه وبصي جربيها ومش هتندمي. تحفة تحفة تحفة. نبدأ الأول معانا الفيديو ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني. لو أول مرة بتشوفوني، يعني اسمي أم هنا ودي قناتي. أتمنى تشتركوا في قناتي فضلا وليس أمرا. وتحطوا لي اللايك بتاعكم عشان خاطر بيرفع من الفيديو جدا. بحبكم في الله، احلى اخوات في الدنيا. بصوا بقى، النهارده معانا ايه؟ النهارده معانا ده ربع كيلو لحمه. ربع كيلو لحمه. ومعانا هنا نص معلقه فلفل اسمر، نص معلقه سبع بهارات، نص معلقه بهارات حواوشي، ودول بصلتين مبشورين، ودول طماطمية بس عاينين القلب بتاعها عشان خاطر ما تطريش الحواوشي العيش معانا بتاع الحواوشي، ودول قرنين فلفل حامي على بارد براحتك. انتي ده اختيار، عايزة تحطي حامي براحتك، عايزة تحطي ايه برضو بارد براحتك، اللي انتي عايزاه حطيه. طبعا الحاجات دي دي مقادير الحواوشي دي اكيد مش بتتغير. بصوا بقى، في سر هتشوفوه دلوقتي. السر ده طبعا احنا بيخلينا نروح للكبابجية عشان خاطر نروح نشتري رغيف الحواوشي منهم، من الريحة والطعم والجمال بتاعه. بصوا السر ده في ايه؟ السر ده في الطبق ده. السر في الطبق ده، بصوا هتقولي ايه يا مهنا ده؟ هقول لكم ده انا مسميه عندي بديل الموتزاريلا. بصوا، طبعا تحفة 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 تحفة. بيدي ريحة وطعم وجمال وبيخليكي كده عايزة يعني تعملي كل يوم حواوشي. دي ليا، او دي ليا. بتتقطع وت ايه وتتحط حتت صغنونة كده على على اللحمة المفرومة. بصي خليكي معايا خطوة بخطوة، شوفيني انا بعملها ازاي. بنفس الخطوات، انا طبعا قطعتها قطع صغيرة جدا زي المفرومة بالظبط. بصي اهو انا بحط المقادير كلها على بعضيها. البصلة طبعا مبشورة ومتصفية، لان هي ما ينفعش تحط في ميتها عشان هتبل العيش قوي بتاع الحواوشي، فهي مش هيقرمش معانا. انا عايزاكي تطلعي رغيف حواوشي ما شاء الله عليه، ولا ريحته وجماله. جربيه بالطريقة دي ومش هتندمي. تحفة تحفة، بألف هنا وشفا. اعمليها وجربيها، مش هتخسري حاجة. المهم عملنا ايه؟ حطيت المكونات كلها على بعضيهم. حطيت اهم حاجة البهارات، ما تنسيش نص معلقة بهارات، سبع بهارات، ونص معلقة اللي هو التوابل الحواوشي، ونص معلقة فلفل اسمر، ومعلقة ملح على حسب الرغبة. الملح انتي بتحبيه قد ايه حطي. المهم وعجنت المكونات كلها في قلب بعضيها. انا بوريكم، بصوا ما شاء الله متماسكه ازاي. اهم حاجه اعجني في الحواوشي يعني في اللحمه كويس، دخلي المكونات كلها في قلب بعضيها. عندك فلفل احمر حطي، عايزه تحطي فلفل الوان برضو حطي. المقادير اللي انت عايزه تحطيها حطيها، بس دي الحاجات الاساسيه. والطماطم محدش يقول ايه دي هضطر الحواوشي، لا دي هي طماطمايه على ربع كيلو لحمه، وواخده انا قلبها بس انا مقطعاها قطع صغننه مش باينه، بس هي بتدي ريحة تحفة. بصوا، انا كده بحط الايه، بحط قسمتهم لكور صغيرة وبحطهم في قلب رغيف الحواوشي. أه حطيتهم بنسب متناسبة، يعني على حسب ايه، على حسب الرغيف، مش كتير قوي ولا قليل قوي. طبعا المقادير، يعني المقادير دي في ايدك انت عايزة تكتري في الرغيف براحتك، عايزة برضو تقللي برضو براحتك على حسب ما انت عاوزة. بس هي النسبة دي كويسة جدا ايه في رغيف الحوش. بصوا هو الربع كيلو هنا كان عمل لي 5 ترغيفة. السر ده بقى هما اللي بيعملوه لما بيجوا يسووا الحواوشي على الجريل، بيخلي ريحته جايبة، بصوا لآخر الشارع. يعني انت عايزة تاكلي الحواوشي كل يوم منهم. حطيت شوية اللي هي دي، او يعني في قلب طاسة، وحطيت عليه ايه، معلقة زيت كده. المهم طبعا انتوا سامعين الصوت، الصوت جميل، ولا اصلا ريحة اللي وهي بتسيح في في قلب الطاسة، يعني بتخليكي عايزة تاكلي غير الحواوشي حالا. طبعا بيخلي ريحته تحفة وطعمه تحفة. بيبقى من جوه برضو بتسيح كده، بيخليها جميلة، تخلي رغيف الحواوشي تحفة. بص،
انا بحطه على النار. انتي لو عايزه تسويه في الفرن بتسويه، بتدهني الصاج، بتحطي اللي هي دي وبتدهني الصاج زيت، وبترصي رغيف الحواوشي، يعني الرغيفه كلها جنب بعضيها، وبتدخليه الفرن من تحت على النار اللي من تحت، وبتفضلي كل شويه تقلبي الرغيف زي انا ما بعمل كده، بس ما تسيبوش عشان خاطر ما يتحرقش. بصوا الجمال واللون، ولا الريحة بقى وهو بيستوي. ريحة البهارات مخليه الحواوشي تحفة. البهارات دي اعتمديها على طول، بهارات الحواوشي على طول تفضل عندك، هاتيها من عند اي عطار، بتخلي الحواوشي جميلة. والطماطمية كمان بتديله طعم وريحة من جوه. بصوا انا بوريكم الرغيف مقرمش ازاي، اهو بخبط لكم عليه عشان اوريكم الرغيف مقرمش ازاي. انا مش بعمله في الفرن، انا على طول بعمله من فوق كده على اي على اي جريل او طاسه، عندك تيفال، عندك طاسه ألمونيا، المتاح عندك اعمليه. بصوا لونه جميله تحفه والله العظيم، جميل، جربوه مش هتندم. بسوي تاني رغيف، مش بعلي برضو النار قوي ومش بوطيها قوي، اهو. بصوا جميل وخد لون من تحت ازاي، اللي هو برضو واقفه ايدي عليه، انا مش سايباه عشان الحواوشي ده بياخد لون بسرعه وبيتحرق بسرعه. جربيها بنفس الطريقه، والاخر الرغيف معانا ما شاء الله، يعني اللي هي هتفضل موجودة ومش بتروح في قلب الطاسة. انا كده خلاص سويت، مرضتش اطول عليكم الفيديو، سويتهم. بصوا كان طعمه تحفة من جوه والله العظيم، كان يستاهل بقى. ودي شوية سلطة خضراء، عملت طبق سلطة خضراء جنبيه. ممكن كمان بتعملي طحينة، وممكن في كاتشب ولادي بيحبوه. بصوا كان تحفة من جوه، بألف هنا وشفا على قلوبكم، جربوه وقولوا لي ايه رأيكم في الحواوشي بتاعي. بصوا لو أول مرة بتشوفوني، يعني اسمي أم هنا، أتمنى تشتركوا في قناتي. يا رب الفيديو يعجبكم، إن شاء الله بإذن الله يعجبكم. شكرا ليكم على تفاعلكم معايا، ومع السلامة.